في مرة من المرات بقى رحت مرة تانية، فكان بصحبة الأستاذ أحمد مصطفى والأستاذ أحمد عبد الفتاح من دمياط، من السميع الكبار لفضيلة الشيخ أبو العينين شعيشع، وكان صديق له. فرحنا للشيخ وقال لي لازم تقرأ قدام الشيخ، ده الأستاذ أحمد مصطفى والأستاذ أحمد قالوا لي ده اقرأ قدام الشيخ عشان يسمع صوتك وكده. فقلدته في الأذان وقتها، فهو انبسط جدا. ممكن نستمع بعد اذن حضرتك؟ لا اصل الاذان بتاعه مش سهل يعني، انا وقتها كنت انا بقلده عارف بصوت عشان كويس. كده طمعين نسمع جزء حتى منه، مش لازم. طيب. حي على كان وقتها، بس طبعا انا كنت بقول احسن من كده، وكنت يعني بقلد الحاجه كويس يعني. فهو انبسط جدا من الاداء ده وقال لي يعني انت بتقلدني كويس جدا، طب عايزين نسمع منك قران. فقرات قران قدامه، فهو قال لي تمام انت يعني لازم تخش الاذاعه، او انا ايه هقدم لك تخش في الاذاعه. فكتب الطلب بايديه الله يرحمه. عمرك كان كام في هذا التوقيت؟ مش متذكر، ممكن اكون في اولى كليه تانية كليه، والله اعلم الوقت ده يعني. فهو كتب الطلب بنفسه وزكاني وقتها، وبعدها مباشرة اللجنة جت بعتت لي جواب على البيت ان انا اروح اشارك وامتحن يعني في اليوم ده. بعدها بفترة شوية يعني قصيرة يعني. وبعد كده يعني رحت للإذاعة، يعني تخطيت الاختبارات كلها بفضل الله، واعتمدت رسميا في 25 يناير 2012 من مسجد سيدنا الحسين